مصر فلتات من كارثة حقيقية اليوم. السلام الخوت، المنتخب المصري دوز ماتش للأعصاب وقطع ورقة التأهل لربع نهائي كأس إفريقيا في المغرب بعد ما غلب بنين بصعوبة كبيرة 3-1 في الوقت الإضافي. الماتش بدا مزير وعمر مرموش ضيع انفراد غريب في الدقائق الاولى ما يضيعوش لاعب محترف. الشوط الاول سال 0-0 مع خروج محمد حمدي بسبب الاصابه. في الشوط الثاني مروان عطية فك العقدة وماركا الأول لمصر بتسديدة واعرة، ولكن الصدمة كانت في الدقائق الأخرى. بنين رجعت في الماتش وتعادلت وجروا الفراعنة الأشواط الإضافية. وهنا بان المعدن الحقيقي للمصريين. ياسر ابراهيم سجل هدف الخلاص بضربة راس، والملك محمد صلاح كملها بالهدف الثالث في الدقيقة الأخرى بعد تمريرة عالمية من زيزو. المدرب حسام حسن دابا تنفس السعداء وغادي تسنى الفائز من قمة بوركينا فاسو وكوت ديفوار. شنو بان لكم في أداء مصر اليوم؟ كتبوا لنا في التعليقات وما تنساوش لايك وابوني. واش انت واعر في التوقعات؟ ماتش اليوم فيه الفلوس، الموقع في البايو داير بونوس 100%، حطيتي 200 درهم كيعطيوك تلعب ب 400 درهم. ما تضيعش الفرصة، الرابط في البايو، وطريقة التسجيل سهلة مهلة.